أينما كان الظلم يتواجدون. أينما حل الغموض يهرعون. فرقة البذلة السوداء لا يعرفون للخوف معنى ولا للخذلان خطى. تراهم بسياراتهم السوداء وبأقنعتهم التي لا تميز فردا عن آخر. إنهم فرقة البحث والتدخل بياري. عدد اليوم سيكون خاص بفرقة البحث والتدخل بياري على مستوى الجزائر العاصمة. تحدي، مسؤولية ومداهمات ستتابعونها معنا في هذا الريبورتاج. ابقوا معنا. الكثير من الناس يعتقدون أن فرقة البحث والتدخل عملها الأول والأخير هو الهجوم على الأوكار والقضاء على عصابات السوء والمداهمات الليلية لجلب من يعطون الحق لأنفسهم ولا يبالون لا بالقانون ولا بالحرية الفردية لأشخاص. ولكن هذه النظرة خاطئة. القراءات والتحاليل الخاصة بالمهام الرئيسية للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تدخل عموما في النطاق الرئيسية والمتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات، وأيضا السهر على حفظ النظام العام بكل أبعاده، لا سيما الأمن العام، السكينة العامة، الآداب العامة، وحتى الصحة العامة. وأيضا نقطة غاية في الأهمية وهي مواجهة ومجابهة كل أشكال الجريمة. إذن هنا تكمن المهام الرئيسية للمديرية العامة للأمن الوطني. ومن بين أيضا المهام الرئيسية في هذا السياق تلك المهام الخاصة بالأمن العمومي، المهام الخاصة بشرطة الحدود، المهام الخاصة بالشرطة القضائية، وخاصة ما يتعلق بمهام الفرقة النوعية والمعروفة بفرقة البحث والتدخل. نركز في هذه النقاط الرئيسية في العمل التي تقوم به مصالحنا في الميدان على 3 ركائز رئيسية. أولا الاستثمار في العنصر البشري، البحث
عن الكفاءة والفعالية للولوج في عالم الاحترافية في العمل الميداني، وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع المواطنين وكل الشركاء في هذا الميدان في المعادلة الأمنية، إضافة إلى احترام حقوق وواجبات المجتمع وكل المواطنين. للقضاء على عناصر الجريمة المنظمة أنشئت فرقة البياري لقهر الشر والظلم بين أوساط الناس، فما تتميز به هذه الفرقة هو القوة البدنية والفكرية. يتلقون تدريبات رفيعة المستوى ومن كل الأنواع والفنون القتالية، لأن الهدف الأول والأخير هو إمساك المجرم سالما وبدون إخراج السلاح. قبل تعلم أي من فنون القتال يجب توفر 3 أمور مهمة: أن تجد المدرب المناسب لتعليمك بشكل منظم، أن تملك الرغبة القوية والعزيمة للتعلم والدفاع عن النفس، وأهم نقطة هي إيجاد الفن المناسب الذي تحبه وترغب فيه ومناسب لشخصية المتدرب وعمره. ومن الفنون التي تساعد في القتال والدفاع عن النفس نجد الكيك بوكسينج، رياضة هجومية ودفاعية تهتم بالقتال القوي والعنيف. الجيدو تعتمد على التصارع بالأيدي والاشتباك بهما. اللايكيدو وهي رياضة دفاعية أكثر منها كهجومية، تعتمد على استغلال نقاط ضعف الخصم واستغلال اندفاعه ضدك. كما الرياضة اللي عندنا جودو، عندنا كيس بوكسينغ، عندنا لا لوت، واش عندنا الاخر، وهذا مركبين كاع للسيرف ديفونس. سيرف ديفونس في لي زاريستاسيون، عندك سيرف ديفونس هي رايحه بتكنيك مينوطاج باش تاريتي الانديفيدو. كما جودو نخدموا المصارعه اليابانيه هذه يخدموها على قرب هكا قدامو له. كما عندنا اللي كاراتيكا يخدم من بعيد، هي تستعمل على حساب لي ميثود تاع الخدمه. هي الخدمه تاعنا حنا كيفاش هادو اللي بلي دونجورو هادو، حنا عندنا توصيات مع القياده لازم اللي مينيمهم كاع بالرياضه، لازم تاع باكيه داخله كاع في تكنيك مينوطاج والسيرف ديفونس. السيرف ديفونس هذا باش ناريتو الانديفيدو يجي صحيح وكلش باش نبعثوه. حنا كي نجيبو مجموعه نديرهم لا سيليكسيون، اللي يدير جودو هادو في الجودو، اللي يدير كاراتيه في الكاراتيه، اللي يدير كيك بوكسينغ يدير كيك بوكسينغ. ولا هذه المهمه كاع باش نتجنبوا ما نيفيتيو كاع سلاح ناري، باش ما نحطوش بلي زارم تاعنا، نخدموا تكنيك مينوطاج ولا سيرف ديفونس، نخدموا بالسبور باش نيفيتيو كاع السلاح. خدمنا لي ميزور سيكوريتي مليح ننجحوا في الرمايه تاعنا. فاهمين؟ لي ميزور سيكوريتي دوك واش نديروا هنا؟ طبقات التامين، تفتيش السلاح بالناظر وبالعين. فهمت؟ تفتيش نظري، شوفوا لا كاينه بروكان ولا لا. لي ميزور سيكوريتي لازم يكون التدريب هذا راح نديروه نورمالمون باش يدخل الدوزيام جروب، دير البرومي جروب هذا باش يزيدو يدخلوا الدوزيام جروب يدير. فاهمين؟ كل واحد ياخذ لا بوسيون ديالو ويدير تفتيش السلاح بطريقه نظاميه. هذا كل شيء ضغطوا اللي تحت يلا. فريق ما تسلعش. فهنا كما نشاهد حقلا للرماية داخلي للرمي من مسافة قريبة، والهدف مصوب على الرقم 10 وباستعمال مسدسات من حجم 15 لاكانز بيريطا. ما يتميز به هذا الحقل هو أن المتدرب بسيكولوجيا يمكن أن يتخيل نفسه وجها لوجه مع الخصم، فلا تسامح ولا شفقة. فهنا لدينا رقمين، الرقم الأول هو الجندي واضعا تحرير الرهائن سالمين غانمين،
فالمطلوب هنا رصاصة قاتلة في الوجه أو في القلب لكي لا يعطي للعدو فرصة للنهوض ومحاولة القيام بحركة تحسب خطرا على الجندي. علاش حككم هذه؟ ما يحطوش هاد الزوج هادوما شكون اللي داخل؟ ميصافة عندك تدير هنا زوج كاين ساعد امروشي عندكم ديبون دوك انت غلط ولا صاحبك خلص معاه دبر راسك احضر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا باش ما تخرج لك هذه انت ولا صاحبك ضرب مع صاحبك خرج صاحبك على بالو شكون اللي خرجها هو يتحمل المسؤوليه فهمت. فرقة البحث والتدخل هي فرقة تابعة للمصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. انشئت سنة 2006 وهي تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول قسم إداري مكلف بتسيير موارد البشرية والمادية للفرقة. القسم الثاني هو قسم نسميه قسم البحث وهو مكون من 3 فصائل للشرطة القضائية، فيه حوالي نصف تعداد الفرقة من محققين من مختلف الرتب إطارات وأعوان. هم يعملون على كل حال بالزي المدني وبسيارات مدني مختلف الأنواع والأصناف. فالرماية هنا تكون بمختلف الوضعيات وتحت الأضواء الكاشفة أو في الظلام. فعندما يكون الجندي في أرض الميدان عدوه الأول الظروف البيئية والوقت. نحن الآن متواجدون بحقل الرماية، أين سنتابع معا أنواع الرماية بمختلف الوضعيات والأسلحة وعلى كل ما هو جديد وحصري. ابقوا معنا. الخطة المتبعة هنا أن كل جندي مطالب بحماية زميله، وهذه الفرقة الخاصة بالتدخل تكون من خيرة الجنود في الرمي، السرعة وحتى ردة الفعل التي تلعب دورا كبيرا هنا. صبر، قوة الملاحظة، دقة النظر هي شروط لأن تكون مؤهلا للرمي داخل وخارج حقول الرماية. في إطار الحفاظ على جاهزية وفعالية عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، يستفيد عناصرنا بصورة يومية وروتينية من حصص رمي باستعمال شتى ومختلف الأسلحة، من بينها بندقية مضخية كاليبر 12 بسلاح رشاش من نوع MP5 عيار 9 ملم، إضافة إلى البندقية القناصة عيار 762. الرمي في الهواء الطلق هو الأصعب، لأنه هنا تدخل عوامل فيزيائية تتمثل في قوة الرياح والارتفاع، فالرصاصة خاضعة لهذه الظروف. الرمي يكون بالأسلحة المتوسطة وتستعمل الأسلحة الثقيلة، كذلك مثل الرشاش والقناصة والمتفجرات من نوع جروناد وحتى الRPG. في هذا الحقل تستعمل عدة تدريبات، من بينها الهجوم الثنائي، فيمسك الجندي الأول باللوح المضاد للرصاص والذي من خلاله يستفيد المهاجمون من بعض الأمطار ضد العدو، بينما الثاني يكون تركيزه على العدو بحيث أن زميله قد أمن له الحماية. فالجندي الأول
لديه إمكانية التصويب، كذلك من خلال فتحة متواجدة بوسط اللوح المضاد للرصاص، وهنا تكمن قوة الهجوم الثنائي. أما العرض الآخر وهو القناص سنايبر، فلنتحدث قليلا عن القناص الذي لديه مبدأ اضغط تفجير بأدق التفاصيل. دوزيام كيلر سيبل روج. من أهم عناصر فرقة البحث والتدخل هو القناص. القناص يجب أن يتمتع باللياقة البدنية، الصبر، الدقة والتركيز وقوة الملاحظة. دور القناص يتمثل في المهمات الدقيقة والحساسة. اليوم نحن بصدد إجراء تمارين في القناص. المسافة راح تكون على 100 و150 متر حتى 200 متر. كي يكونوا في دورات تمرينية راح نكونوا من 50 متر. عندنا الدارئات كما يقولوا الدارئات ميلتي كولور، عندنا لي سيبل ميلتي كولور، عندنا برونو دوطاج بريز دوطاج او نستعملوا نبولات كما يقول لك نبولات ميلتي كولور. هنا الرامي واش راح يرمي؟ الرامي راح يكون بلو تيت دو بريسيزيون ديالو، ياخذ يسمع النصائح برك. عندما يقرص سواء على البريز دوطاج 5 4 3 2 1. فلهذا الفريق جنود استطاعوا تحقيق نتائج مشرفة في المسابقات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية. القناص جندي ذو مستوى عالي من التدريب، يستطيع قنص أهداف ابتداء من 800 متر إلى 1500 متر، ويستخدم البيئة المحيطة به للاختفاء، وهو يعمل بمفرده أو مع فريق لا يزيد عن 2 من القناصة، أي قناص ومراقب، كما أنه يستطيع العمل بمفرده دون مساعدة لمدة قد تصل لأسابيع حتى ينهي مهمته. تتمثل مهام القناص في دراسة المهمة والأرض في نطاق المهمة وتحديد العدائيات المنتظر مقابلتها في اتجاه تقدمه، تحديد النقط الشارية وطريق التحرك وأفضل الأماكن التي تصلح كنقطة قنص، اختيار وسائل التمويه وأسلوبه طبقا لطبيعة المهمة والأرض. يعتمد القناص على أسلحة خاصة أهمها سلاح دراغونوف روسي الصنع، والثاني سلاح M24 الأمريكية الصنع. في مجال الرماية الشرطي اللي ينتمي للفرقة لازم يكون يتميز بالتحكم في مختلف الأسلحة النارية، وتكون عنده دقة في الرماية. أما فيما يخص التكوين، ذلك بعد اجتياز الاختبارات النفسية اللي تكون ان بو بوسي بار الأخصائيين النفسانيين التابعين للأمن والمديرية العامة للأمن الوطني. دائما مع التدريبات، ولكن هذه المرة تدريب خاص وجديد، النزول من السطوح ومن أعلى البنايات بالسلاح. تمرين خطير جدا ليس فيه أي مؤمنات للسلامة. إن لم تكن مؤهلا بدنيا ونفسيا فتنحى جانبا. أصبحت الجريمة المنظمة تعتمد على الطريقة الهوليوودية في هجوماتها على أكبر المراكز التجارية وقاعات السينما والأماكن العمومية التي تكتظ بالحركة والناس
فهي تعتمد على الاختباء وراء الأبرياء للمطالبة بما يريدون، فلذلك تعتمد فرقة البحث والتدخل في تدريباتها على الطريقة التكتيكية، الرجل بالرجل والخطوة واحدة والسلاح للأمام ولا مجال للرجوع. هدفة واحدة، طلقة واحدة، هجوم واحد، شعارهم ردع المجرمين بأية وسيلة، لا مجال للخطأ. قبل الدخول إلى أرض المعركة يجب أن يعرف الجنود بالتدقيق مكان تواجد الضحايا ومكان نقطة ضعف العدو للتركيز عليها. يقومون بعملية التتبع والترصد والتسرب لغرض الكشف عن وتفكيك شبكة الإجرامية. يقومون بتحرير ملفات الإجراءات الجزائية وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية. مكلفون كذلك بتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية. تدخل فيه عناصر يملكون مؤهلات وقدرات لا بأس بها جيدة في التقنيات القتالية، يمتازون بلياقة بدنية عالية، وهم يعملون بالزي الرسمي للشرطة على متن السيارة مصلحة راكم لاحظتوها في مختلف العمليات. تسند لهم مهام عدة، منها القيام بعملية مداهمة لأوكار الجريمة، القيام بعملية اقتحام لتحرير الرهائن وإيقاف المجرمين الخطيرين، لهم مهام مرافقة وتأمين المواكب الرسمية، تأمين نقل المساجين الخطيرين، وإعطاء يد المساعدة في حالة تسجيل إخلال بالنظام العام لمصالح الشرطة. جماعة، أنا مطلوب منا عندنا خدمة اليوم، نطالب القيادة ونخدموها ورانا واجدين. حان وقت تطبيق كل التدريبات على أرض الواقع لنشاهد إذا كانت كل هذه التحضيرات لها تجسيد في الميدان، وكذا السرعة والدقة التي يتميز بها الجنود وهم مطمئنون في الثكنات هي نفسها في الأحياء والطرقات. ما جلبناه لكم هذه المرة سيعرض لأول مرة على القنوات التلفزيونية. تكتيكات سكورت هذه المرة ليس لحماية الشخصيات، وإنما سكورت لأخطر المجرمين وأكبر بارونات المخدرات. اليوم عندنا مهمة الزملاء تاع المكتب المركزي الدولي للسي ان انتربول بأمر قضائي. داروا اون اكستراديسيون دان ريسورتيسون الجيريان، والمهام تاعنا on doit assurer la sécurité et la protection du sujet هذا من بوان d'arrivée مطار هواري بومدين إلى الهيئة القضائية. الحراسة الاحترافية من طرف الأعوان المؤهلين والذي لهم تكوين خاص ومتخصص في هذا المجال، بالإضافة إلى قضية التتبع والبحث عن المعلومة التي تعطي إضافة وقيمة إضافية لمصالح الأمن الوطني للوقوف عند الإجراءات كما قلت الاستباقية والاستشرافية، حتى يكون هناك دحض لكل أشكال الجريمة قبل أن تنتشر هذه في المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى نقاط أخرى وهي ما يتعلق بالبحث والتحري العملياتي بالتنسيق مع كل المصالح والمهام المنوطة لهذه الفرقة. الهدف الأول من هذا التحذير هو ضمان سلامة المجرمين من نقطة الاستلام إلى نقطة التسليم، القضاء والعدالة.
في أحسن الظروف والسلامة. يوضع المجرم في سيارة مدرعة رباعية الدفع، لا يمكن للرصاص اختراقها، كما تتميز بالتهوية الداخلية في حال ما إذا وقع هجوم، فيمكن للفريق البقاء داخل المدرعة لساعات حتى تلتحق قوات الدعم. التكتيك الأول: وضع المدرعة في وسط الموكب الذي يضم 7 سيارات رباعية الدفع، دراجين خاصين بفرقة التدخل. التغطية الجوية على الطريقة الأمريكية ولكنها جزائرية. ينطلق الموكب في عملية اسمها المدرع الأسود من مطار هواري بومدين الدولي إلى وجهة لا يعرف طريقها إلا رئيس الفرقة، الذي يكون في أول سيارة من الموكب وإعطاء الأوامر للفريق من دون أي خطأ. رئيس الفرقة هنا يكون على اتصال مع الدراجين لفتح الطريق والسماح بمرور الموكب الذي تمنح له الأولوية في مثل هذه الحالات بموجب القانون. الاتصال الثاني يكون مع الطائرة المروحية والتي تعطي له الصورة الحقيقية من أعلى، فقائد المروحية يمكنه توجيه الموكب حسب حركة السير لتفادي الزحمة قبل الوصول إليها. فالمروحية دائما تكون السباقة، فتأمين الطريق جوا مسؤوليتها والإشعار بالخطر إذا كان ينتظر الموكب. المهام تاعنا on doit assurer la sécurité et la protection du sujet هذا من. أما الاتصال الثالث فبين الفريق، ففي حالة تواجد خطر ما على الموكب يوضع المجرم في مركبة سوداء مثلها مثل باقي المركبات للتمويه الاحترافي، ومن بعدها يمكن الخلط بين المركبات وتوجيه 2 منهما في طريق وباقي المركبات في طريق آخر. هكذا يصعب معرفة مكان تواجد المجرم إكس. تمت عملية تسليم المجرم بنجاح وفي أحسن الظروف وأسرع وقت وبتنسيق محكم. الآن وصلنا لنقطة الوصول، والآن ممكن نطلب منكم باش توقفوا التصوير. كل عناصر الفرقة من إطارات رتباء وأعوان عندهم تكوين قاعدي، سواء في مجال البحث والتحري واستعمال وسائل التقنية في مختلف عمليات الشرطة، أو كان في مجال التدخل أو الاقتحام أو التتبع. وهي على كل حال في تكوين متواصل مع أخصائيين وطنيين اللي عندهم تجربة في مختلف المصالح، وكذلك أخصائيين دوليين. كما يمارس عناصر الفرقة تدريبات يومية في مختلف الحالات لمواجهة أي طارئ. فيما يخص العتاد ووسائل الفرقة، فقد وضعت تحت تصرفنا القيادة الراشدة وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني كل وسائل الحديثة الخاصة بالتدخل، الاقتحام، أو الوسائل التقنية اللي تستعملها الفرقة، سواء في عمليات تتبع أو في عمليات أخرى ذات طابع إجرامي. بعد عملية المدرع الأسود تأتي عملية الغواصة سومارا. يتبادر للذهن بعد سماع لفظة الغواصة بحر أعمى. تقنية هي الأخرى الكل لا يعرف بتواجدها بالجزائر، والأغلبية يراها في أفلام الأكشن الأمريكية. في إطار المهام المنوطة لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، تلقت مصالحنا معلومة مؤكدة مفادها قدوم أحد أشخاص من الغرب الجزائري مزود بكمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين،
هذه الصفقة ستتم على مستوى إحدى حظائر المراكز التجارية المعروفة بمدينة الجزائر. الغواصة هي عبارة عن شاحنة مموهة من الخارج، أما من الداخل فهي غرفة عمليات تحتوي على عدة كاميرات HD وعلى زوم احترافي. كما لديها أدوات للتصنت. خروج هذه الشاحنة الغواصة إلا بعد تلقي معلومة مؤكدة من طرف فرقة البحث، فهي قادرة على المكوث بأسابيع في مكان واحد لترصد حركة المجرمين. مهمة إلقاء القبض على مروجي الكوكايين. يتلقى فريق الغواصة معلومات بتواجد موعد استلام مخدرات وكوكايين في موقف للسيارات بأحد أكبر المراكز التجارية بالجزائر العاصمة. تم ركن الشاحنة الغواصة في الموقف لمدة أسبوع مباشرة بعد تلقي المعلومة. نجد فريق الغواصة منتشر ومموه بين عامة الناس للتضليل. تم إلقاء القبض على المشبوه فيهم متلبسين ببيع الممنوعات في المرافق العامة. Positif, on a récupéré pour le moment deux sacs, la peau de المعروف هذيك, du fond d'argent, ou deux autres des arrêtés, un victoire récupéré. يتم انتقاء عناصر فرقة البحث والتدخل من إطارات رتباء وأعوان حسب معايير خاصة. المعيار الأساسي هو الجاهزية تاع الشرطي اللي يخدم في الفرقة، والرغبة تاعو يكون لازم تكون عنده الميولة باش يمارس المهام اللي تكون في أغلب الأحيان صعبة وتكون تختلف عن بعض المهام اللي يمارسها الشرطي. عندنا كذلك اللياقة البدنية العالية وممارسة الرياضات والفنون القتالية من عناصر الفرقة اللي هم من النخبة الوطنية وينتميوا للفريق الأمن الوطني واللي تحصلوا على ألقاب وطنية وحتى دولية. بون ليكيب إطار المهام المنوطة الفرقة ديالنا ماذا بينا اليوم نكونوا في الصورة. عندنا دي بوان نوار راح نسيبليهم. المهام تاعنا نعرفوها، ماذا بينا الناس كامل تكون في الصورة. لا ديسيبلين توت انديفيدي سيسبي لا يتراقب، ماذا بينا نكونوا في الصورة نحققوا نتيجة. خدمتكم تعرفوها، جاهزين ياك؟ تاكلوا على ربي. تفضل. عملية الشبح الأسود. يجتمع رئيس فرقة البحث والتدخل بعناصره. يوجه رئيس الفرقة تعليمات عن كيفية تجسيد عملية الشبح الأسود في الميدان. عملية الشبح الأسود تستهدف أحياء العاصمة بدءا ببوزريعة، باب الوادي، عين بنيان وباب الزوار. نسير في أزقة العاصمة ليلا، نترصد كل كبيرة وصغيرة، نتجه إلى أعلى نقطة ببوزريعة، منطقة خفية. بعد وصولنا مباشرة
يضع أصحاب البذلة السوداء حاجزا أمنيا. ما تتميز به هذه الفرقة أنها لا توقف أي شخص، وإنما الأشخاص المشبوهين. قد نتساءل كيف؟ سؤال رد عليه أحد العناصر في كلمة واحدة: نشمهم. وهذا نظرا لخبرتهم المكتسبة في الميدان. عمليات الشبح الأسود تواصل طريقها إلى عين البنيان، وبالتحديد لامدراك، التي وردتنا معلومات عن بيع الخمور في السيارات وتخزينها في البنايات المهجورة بدون أي سجل تجاري أو وثيقة. نصل للمنطقة المعلومة مباشرة. سقوط حر على إحدى البنايات المهجورة. إلا أن صاحب المخزن لاذ بالفرار بعد تلقي مكالمة هاتفية من أصدقائه قبل وصولنا. نركز في عملنا الميداني من خلال الاستمرارية، العمل الاستمراري والبحث عن اليقظة الأمنية، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية والإجراءات الاستشرافية. وهنا تكمن أهمية فرقة البحث والتدخل التي ترتكز على نقطتين رئيسيتين، ألا وهما أولا ما يتعلق بالبحث، وذلك من خلال التدخلات وتحرير الرهائن أيضا ما يتعلق بتوقيف الأشخاص المشبوهين وتقديم يد المساعدة إلى كل مصالح الشرطة إذا اقتضت الضرورة. أيضا تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الفترات الليلية، ومواجهة كل العمليات الإجرامية التي قد تحدث هنا وهناك، وأيضا ما يتعلق بمواجهة ومجابهة أوكار الجريمة سواء في الفترات الليلية أو حتى في فترات النهارية، وذلك من خلال تكثيف هذه الدوريات المختصة والتي لها من الكفاءة والفعالية ما يؤهلها بأن تقدم خدمة نوعية في مجال محاربة الجريمة بشتى أنواعها. نتجه إلى الشاطئ البحري ليتم توقيف بعض الحالات لنصطدم بهذه المشاهد: قاصرات، خمر، وسهر المجون. حالات أخرى لبعض الشباب القاصرين لنتفاجأ بما وجدناه. رئيس إحدى المنظمات الطلابية والتي لا يمكن الإفصاح عنها لدواعي أمنية وشخصية. هل هذا ما ننتظره من طلبة ونخبة المستقبل؟ طالب في مقتبل العمر في مكان مشبوه وفي حالة سكر ومعه كمية كبيرة من الخمر.
العمل التي تقوم به هذه الفرقة تركز على الاستمرارية والشمولية لبلوغ الأهداف المسطرة من خلال التركيز على الكفاءة والفعالية كما قلت، حتى نرقى إلى الاحترافية في العمل الأمني، ثم من ثم نرقى إلى ما يعرف باليقظة الأمنية التي تتميز بها هذه الفرقة بالتنسيق مع جميع المصالح. إذن كانت هذه أهم النقاط الرئيسية، أو إن صح التعبير في عجالة، الحوصلة العامة لهذه الفرقة، والتي تقدم إضافات بالتنسيق مع كل المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن العمومي، خاصة ما يتعلق بمصالح الأمن العمومي، مصالح الشرطة القضائية، شرطة الحدود، في إطار عمل متكامل نرقى به إلى عمل أمني. ننطلق من جديد إلى باب الزوار، وبالتحديد حي الموز لبناني، في عملية روتينية ليلية. وفي أول منعرج لدخول الحي نجد سيارة قديمة الطراز مركونة، وأمامها شاب واقف يتحدث لأصدقائه المتواجدين داخل السيارة، فبمجرد رؤيته للأسود قادم لاذ بالفرار، إلا أن نزلة الشبح الأسود كانت بالمرصاد وتم توقيفه على السريع. خلعت الدروة ترى له دروة. بعد البحث مع المشتبه فيهم تبين أنهم ليسوا من نفس الحي، وإنما أتوا من حي باش جراح لشرب الخمر في حي الموز وسط الأحياء العائلية، وتواجد كميات خمر معتبرة معهم يمكن حتى بيعها. عمل هذه الفرقة مع كل الوحدات العملياتية ومع كل المصالح التابعة للأمن الوطني، خاصة ما يتعلق بالأمن العمومي، الشرطة القضائية، شرطة الحدود في الميدان، لمواجهة كل أشكال الجريمة، حماية الأشخاص والممتلكات، عمل مهني راقي مبني على الاحترافية، مبني على اليقظة الأمنية، حتى نرقى أو نطمح إلى بلوغ الذكاء الأمني لمواجهة كل أشكال الجريمة، وأيضا حماية الأشخاص والممتلكات في جميع ربوع الوطن الجزائري إن شاء الله. إذا تبقى هذه الفرقة بمثابة إضافة نوعية واحترافية قدمت نتائج باهرة في هذا الميدان، وذلك من خلال التنسيق مع كل الأطراف. نركز على 3 أبعاد في العمل الميداني لهذه الفرقة. قلت العمل الاستباقي والاستشرافي، الاستثمار في العنصر البشري الكفء والفعال، التواصل والتنسيق مع كل المصالح والهيئات المعنية بالمعادلة الأمنية، لأنه يجب أن ندرج المواطن في المعادلة الأمنية حتى نحقق المبتغى إن شاء الله، وكل ذلك يبقى في إطار احترام وحقوق كل الأفراد من خلال عمل أمني رائد إن شاء الله. خدمتكم واجبنا وأمنكم غايتنا، ونحن بعون الله نرعاكم. إن ضباط وعناصر فرقة البحث والتدخل يعتبرون من نخبة مصالح أمن ولاية الجزائر، حيث تم انتقاؤهم بعناية وفقا لمعايير خاصة ودقيقة لما تقتضيه المهام المسندة للفرقة، حيث تتلقى قواتنا تدريبات عالية المستوى في مجال التدخل السريع، الرمي والقنص بمختلف الأسلحة، وكذا الاقتحام في جميع الأماكن والحالات، إضافة إلى الدفاع الذاتي. تتمثل مهمة التدخل في العمليات التي تباشرها الفرقة في إطار إجراء محكم
وفقا للطلبات والتغييرات في حالات الأزمة، مثل تحرير الرهائن، إيقاف المجرمين الخطيرين، الاقتحام في الأماكن المغلقة ووسائل النقل وكذا المراكز التجارية، إضافة إلى التدخل من أجل الحفاظ على النظام العام وكذا مرافقة وتأمين المواكب الرسمية. عملية أجابت على كل الأسئلة التي طرحناها في بداية البرنامج. هل هي فرقة مؤهلة لحماية الجزائر والجزائريين؟ نعم، هي كذلك وبجدارة. تابعتم معنا فرقة البحث والتدخل، عملية لا تعرف المستحيل. انتظرونا في حلقات مقبلة.